الحياة في مصر القديمة كانت كلها أسرار اكتشفها العالم، ولحد الآن العالم لسه بيكتشف فيها. هقول لكم النهاردة أغرب أسرار اكتشفوها العلماء. أكتر حيوان كان بيتم تقديسه عند الفراعنة هي القطط، حتى لو كان حد قتل قطة بالغلط كان بيتم إعدامه بلدغ التعبان. وكان المصريين القدماء بيحلقوا حدادا عليهم، وهم أول ناس استخدموا فرشة الأسنان والمعجون. والمعجون بتاعهم كان عبارة عن قشر البيض المحروق، وهم أول اللي صنعوا الطرف الصناعي. واكتشفوا العلماء بطرف صناعي لسيدة عندها 50 سنة، والطرف ده ما كانش زينة، ده كان طرف حيوي كان بيتشال وبيتنضف وبيرجع مكانه تاني بعد التنظيف. والفراعنة هم أول ناس استخدموا الجل للشعر. بعد ما عملوا أبحاث عن جثث الإناث والذكور اكتشفوا إنهم بيستخدموا خلطة من الدهون الحيوانية والنباتية لشعرهم. أثناء التحنيط كانوا بيفرغوا الجثة من كل أعضائها، وكانوا بيحطوا أعضائها في تماثيل صغيرة ما عدا القلب كان بيفضل في الجثة. وهم أول ناس استخدموا تقويم الأسنان، لأن العلماء اكتشفوا جثث موجود فيها فعلا تقويم الأسنان. وكان زنا المحارم موجود بكثرة جدا، وكان موجود بالأخص في عائلة توت عنخ آمون، وكان والداه شقيقان. عشان كده الملك توت عنخ آمون اتولد بعيوب وراثية. كانوا بيستخدموا زجاجة مليئة بالخس مضاف ليها سائل منوي كمنشط جنسي. المصريين القدماء أول من شخصوا نوع الجنين عن طريق تبول النساء على بذور القمح والشعير، وإذا نمت بذور الشعير بيعرفوا إن بنت، وإذا نمت بذور القمح بيعرفوا إن ولد. حكم الإعدام الفراعنة كانوا بيستخدموه، ودي كانت أول جريمة إعدام مسجلة في تاريخ مصر القديمة. وكانوا بيستخدموا طريقتين في الإعدام، يا بالسم يا بالسحر. كانوا الملوك أيام فراعنة عشان يتجنبوا الحشرات كانوا بيجيبوا العبيد ويدهنوهم بالعسل ليتجمع عليهم الحشرات وتتركهم بسلام. وهم أول من قاموا بتشريح الجسد واستخدام عمليات التحنيط لحفظ أعضاء الجسم. وهم أول من استخدموا وسائل منع الحمل عن طريق خلط فضلات التمساح مع الطين والأعشاب والعسل.